سلام خاوتي، مرحبا بكم أعزائي وأعزائي المشاهدات، مسلمين المستمعات في هذا الفيديو. نعم. معكم أنا اسمي سعد أمين عزار، صاحب قناة سعد أمين عزار، واللي خاصة بالرياضة، بطيخ الرياضة، بنبت عن الرياضات القديمة، شوف عن الرياضة، من كرة القدم، كرة السلة، اليد، الطائرة وغيرها. فمرحبا بكم مجددا. سوف نتحدث بدون إطالة حول الرياضة. ما هي الرياضة؟ الرياضة هي مجهود جسدي عادي أو مهارة تمارس بموجب قواعد متفق عليها بهدف الترفيه أو المنافسة أو المتعة أو التمييز أو تطوير مهارات أو تقوية الثقة بالنفس أو الجسم، واختلاف الأهداف من حيث اجتماعية أو انفرادها. يميز الرياضات بالإضافة إلى ما يضيفه اللاعبون أو الفرق من تأثير على رياضتهم. أوكي. ننتقل إلى عنصر ثاني، هو التربية البدنية. الجانب المتكامل من التربية يعمل على تنمية الفرد وتكييفه جسديا وعقليا واجتماعيا ووجدانيا عن طريق الأنشطة البدنية المختارة التي تتناسب مع مرحلة النمو، والتي تمارس بإشراف قيادة صالحة لتحقيق أسمى قيم إنسانية. وبذلك فإن التعبير التربية الرياضية أوسع بكثير وأعمق الدلالة بالنسبة لحياة الإنسان، كون يمارس صحة بدنية أو الثقافة البدنية أو تمرين أو تدريبات بدنية أو الألعاب الرياضية. فهو مجال من مجال التربية الشاملة التي تشكل تربية رياضية ميدانا حيا، منه مشيرا إلى أن برامج ليس مجرد تدريبات تدريب، ولكن بإشراف قيادة مؤهلة تساعد على جعل حياة الإنسان أكثر ملائمة لمتطلبات العصر. شكرا.